قلنا ان الرياضة تربية ودين واخلاق، عشان كده اول ما بدأ الاذان علمناهم ان تكون البداية الاول ربنا، وبعد كده تيجي اي حاجة. سيبنا كل اللي في ايدينا ونصلي ونرد على ربنا في ندائه وفي اذانه. طبعا عايزة اقول كلمة لاولياء الامور: كل طفل فيه موهبة وكل طفل بيحب لعبة. ممكن تكوني انت عايزاه يلعب جمباز، تلعب كرة قدم، كرة سلة، بس هي بتحب التنس. حاولي تشوفي فين اللعبة اللي ابنك وبنتك بيحبوها، علشان خاطر دي هتنمي مهارات عندهم جدا. اختيارهم دايما هو احساسهم، واختيارهم هو اللي هينجح، لان هم اللي حابين الحاجة دي. يا ريت نساعدهم، يا ريت نقف جنبهم، يا ريت نبقى مساعدين ليهم وفي ظهرهم. يا ريت كمان الكباتن، خدنا رأي الكابتن، قال انا ما عنديش خالص ابدا ان انا ازعل حد او اضايق حد، او ان انا اكون شيء سلبي في حياة اي حد. لا، انا شيء ايجابي وشيء سند. احنا نزلنا الملعب وشفنا الولاد وهم بيتمرنوا. طبعا كل لعبة وليها تمرينة، كل لعبة وليها اخلاقيات. تعالوا نكمل معاكم باقي الاحتفالية.